في الفيديو ده هتكلم عن افضل عازل مائي ممكن نعزل بيه سقف الدور الاخير، وهو الانسومات المحبب او الانسومات المبحث. وده عبارة عن انسومات او ممبرين عادي بيكون 3 ملي او 4 ملي، بس بيكون عليه طبقة حماية من البحث او الحصى. لفات الانسومات المحبب او الانسومات المبحث دي بتجيلنا الموقع على شكل لفات زي ما انتوا شايفين كده. بنبدأ نفك المشمع اللي عليها واللزق اللي عليها. بيكون الوش اللي ظاهر لنا قبل ما نفكها وقبل ما نفردها اللي هو الوش اللي عليه الكتابة اللي انتوا شايفينه ده، وده بيكون الوش اللي بيتلزق على السقف. وبعد ما بنفردها بنلاقي ان ظهر معانا الوش النهائي بتاعها او الوش الخارجي اللي هو بيكون ظاهر لنا بعد العزل وبيكون مكشوف للشمس. الوش الخارجي ده ممكن يكون لونه رمادي زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو اللي قدامكم، وممكن يكون لونه احمر. اللفات دي عرضها بيكون 1 متر وطولها بيكون 10 متر، والشركات اللي بتصنعها ما بتحطش طبقة البحث او الحصى دي على عرض اللفة كله، لا بيكون في 10 سنتي فاضيين مفهومش حصى او بحث، ودول بيكونوا ال10 سنتي بتوع مسافة الاوفرلاب او بيكون بتوع الركوب بين كل لفة والتانية. يعني كل لفة بيكون فيها 10 سنتي بطول اللفة مفهومش حصى او بحث، علشان لما نيجي نلزق اللفات في بعضها تلزق من غير ما يكون فيها اي مشكلة. زي ما انتوا شايفين كده اللفة عرضها متر، 90 سنتي منهم عليها طبقة بحث او حصى، وفي 10 سنتي معلهاش اي حصى خالص. طيب ايه هي مميزات العزل بالانسومات المحبب او الانسومات المبحث؟ اول حاجة ما بيحتاجش طبقة حماية فوقه، يعني لما اعزل السقف بتاعي بالانسومات المحبب او المبحث مش لازم اعمل طبقة حماية فوقه، سواء كان بلاط او سيراميك او طبقة مونة اسمنتية فوق العزل، لان العزل ده ببساطة ما بيتأثرش باشعة الشمس وما بيتأثرش بالحركة او المشي عليه، فمش محتاج ان انا اعمل طبقة حماية فوقه. على العكس بقى الانسومات العادي او الممبرين العادي بيتأثر باشعة الشمس وبينشف وبيحصل فيه اخرام بتسرب مية، فبنكون لازم ان احنا طالما هنعزل السقف بالممبرين العادي او الانسومات العادي لازم نعمل طبقة حماية فوق العزل علشان نحميه من الشمس ونحميه من الحركة عليه. اما في حالة الانسومات المحبب او المبحث فاحنا مش محتاجين ابدا ان احنا نعمل طبقة حماية فوق. تاني حاجة بيكون متحدد في اللفة مسافة الركوب او الاوفرلاب بين كل لفة ولفة اللي هي ما بتقلش عن 10 سنتي. اما الانسومات العادي او الممبرين العادي ما بيكونش متحدد فيه مسافة الاوفرلاب او الركوب بين اللفات وبعضها. واخيرا العمر الافتراضي للانسومات المحبب بيكون اكبر من العمر الافتراضي من الانسومات العادي. اما بالنسبة لسعر لفة العزل للانسومات المحبب فهي بتبدأ من 750 جنيه وبتوصل لحد 1000 جنيه على حسب الشركة اللي هنجيب منها منتج العزل وعلى حسب مواصفات منتج العزل نفسه. اما الانسومات العادي او الممبرين العادي فلفة العزل بسعرها بيبدأ من 400 جنيه وبيوصل لحد 600 جنيه.